هذا البرنامج برعاية شركة أفرولاند للاستثمار الزراعي، مؤسسة علي فايز للمحاماة. أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم بعد الفاصل في برنامج مع المستشار. كان معانا أخبار مهمة جدا، ولكن أهم خبر فيهم هو خبر مؤدي المهرجانات كما يقال، علشان نسمي الأشياء بمسماها، عصام صاصة. أهالي أحمد مفتاح المتوفى إلى رحمة مولاه هيعملوا أو عملوا اللي هنشوفه دلوقتي مع بعض في التقرير. أستأذن الأستاذ مصطفى النادي يعرض لنا التقرير ونرجع نكمل مع بعض. عندنا النهارده خبر حصري من منزل أحمد مفتاح، وهو إن أسرة أحمد مفتاح قبلت الصلح والتنازل إن شاء الله هيكون غدا في المحكمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بقدم خالص التعازي لأسرة المتوفي الله يرحمه أحمد مفتاح، بقول لهم البقاء لله، وبقول للناس كلها إن إحنا الحمد لله ترضينا مع الناس الحمد لله، وبقدم لهم خالص التعازي من كل قلبي، وربنا كان عالم إن أنا عمري في حياتي ما هسيب الناس دي مهما حصل. البقاء لله وألف رحمة ونور عليه. واحنا الحمد لله رب العالمين، يعني ما فيش بيننا وبين الناس دي اي حاجه يعني. وده عصام غير عصام سين صاد عين، هو كان سبب في تنفيذ قضاء الله فقط، يعني مفيش اي شبهه ولا اي حاجه الحمد لله. وكان وارد انه اي حد، انا ممكن اطلع بعربيتي، انت تطلع بعربيتك، يحصل معنا اي كده، ده حادث عادي جدا يعني. والناس والله ناس يعني محترمين الحمد لله، واحنا والله مسامحينهم لوجه الله سبحانه وتعالى. احنا سامحناه عشان انا ام، وعارفه ام وقلبها عامل ايه عليه دلوقتي، وان السجن هتبقى عامله ايه، هتبقى محرقه مننا. فاحنا مسامحين لله تعالى، مش مسامحين اكتر من كده، وربنا يهديه ويصلح له حاله. ربنا يحفظك يا أمي. الله يخليك يا استاذ علي، ربنا يبارك لك، والبركه فيك وفي ربنا ان شاء الله باذن الله، وربنا يخلي عياله يمكن يعوضونا بيه، لكن عمر ما حد هيعوضنا بيه والله. بس احنا مسامحين عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى، مش عشان خاطر اي حد. قدام العالم كله احنا مسامحين عصام لوجه الله سبحانه وتعالى، ما فيش اي حاجه يعني. ومعانا معاذ مدير أعمال عصام صاصة، لأن معاذ أكتر حد قريب منه وشايف هل هو فعلا كان بيعاني وتعبان ولا لأ. ودلوقتي طبعا بعد ما بلغته الصلح، وبعد ما هو اتصالح مع الناس، وطبعا هو اتفق مع الناس ان هو يجي، الناس قبلوا العزاء وهيجي يشرفنا في الفيوم هو واهله، والناس هيقبلوا واجب العزاء. فكلمني عن شعور عصام دلوقتي بعد ما عرف ان الناس خلاص سامحوا. اكيد طبعا الوضع مع عصام دلوقتي بقى افضل وبقى احسن كتير عن الاول، لان والله العظيم فعلا عصام ما كانش بينام، ما كانش مشكلته بقى يعني في ايه اللي هيحصل بعد كده. كان اهم حاجه عنده الناس، كان اهم حاجه عنده اهل المتوفي، كان اهم حاجه عنده ان هو ذنب كان حاسس بيه في رقبته. لكن باذن الله الحمد لله على كل حاجه، وربنا يرحمه باذن الله. انت بتحب عصام وكنت واقف معاه وقفه جامده جدا وبتسعى للصلح، انت والحاج سيد الصعيدي، فربنا يبارك فيك يا رب. ربنا يخليك يا استاذ، ربنا يخليك يا باشا. عصام دوت انا مش يعني انا بحب عصام اكتر من نفسي، فطبعا لازم اكون حاسس بيه، وانا اكتر حد فعلا شفت عصام كان تعبان ازاي، وربنا وحده اللي يعني. اتنازلنا لوجه الله لعصام صاصة عشان مال الدنيا كله ما يعوضنيش حاجة في اخويا، فتنازلنا لوجه الله ورضينا السماح لوجه الله. عصام ومعانا عمه التاني الحاج عبد السلام، الناس المحترمه جدا، الناس الاصيله اللي ما شفناش منهم غير كل خير. عبد السلام محمود محروس، عم المتوفي احمد مفتاح رحمه الله عليه. ان شاء الله سامحنا عصام صاصة وجمعتهم لوجه الله عز وجل بدون اي مقابل، وان شاء الله ما لهمش عندنا الا التنازل باذن ربنا في المحكمه باذن الله عز وجل عن اي حاجه تخص القضيه لوجه الله سبحانه وتعالى. وان شاء الله في انتظارهم على ال40 زي ما قلنا، هيجيب اهله واللي يجيب معاه يشرفنا برضه باذن ربنا يقدم واجب العزاء، واحنا في انتظارهم وفي اي وقت الف مرحبا ان شاء الله. في البدايه طبعا البقاء لله وربنا يصبرك. لله وحده. أنا الزهراء محمد أبو هشيمة، زوجة المرحوم أحمد مفتاح أحمد محروس. قولي لي بقى ايه اللي حصل، هل فعلا تصالحتوا؟ تصالحنا. طيب انت هتيجي بكره ان شاء الله في المحكمه وهتتنازلي وخلاص سامحتوا وهتتنازلي عن القضيه؟ هتنازل لوجه الله عشان خاطر جزا الله يرحمه.
الحمد لله يعني، ويجيبوا ربنا كله كويس، واخويا عند الله شهيد والحمد لله يعني. الحمد لله، واخويا عند ربنا شهيد، احتسبناه شهيد عند ربنا سبحانه وتعالى. والحقيقة أكثر كلمة مؤثرة كلمة الأم، وهي بتقول أنا أم وحاسة بأمه هي عاملة إيه دلوقتي، فإحنا اتصالحنا وسامحنا لوجه الله سبحانه وتعالى. ومن المفترض أن تذهب زوجة عصام صاصة غدا باعتبارها صاحبة الحق المدني والوصي على أولاده، وتذهب بكرة المحكمة تقر بالتنازل في محضر الجلسة أمام المحكمة. المحامي دوره إنه بيجيب حق المجني عليه، المحامي دوره إنه بيدافع عن المتهم. المحامي ملوش دخل يجبر حد بالصلح أو التنازل، وأقروا بالصلح والتنازل، فالمحامي ليس له دخل. لابد أن نعلم ذلك ونعي ما نقول. ودلوقتي هننتقل لقصة تانية مهمة جدا. كثرت حوادث الطرق الأيام دي، كل شوية حادثة، وزي ما قلنا بتكون قضاء وقدر، بتكون ساعات استهتار من الشخص بعيد عن إدانته أو التنازل أو الأهلية أو الكلام الجميل ده، بتكلم طبعا بشكل عام. ولكن عندنا حادثة غريبة جدا. الأستاذ أحمد أبو خليل لما كلمني رئيس التحرير والأستاذة هدير والشباب، بيقولوا لي إن في بنتين ما عدوش برضو الدائري، كانوا واقفين وفي حد بيهزر بعربية ملاكي خبطهم الاتنين، واحدة طارت لفوق وقعت على الأرض ماتت، والتانية ما بين الحياة والموت في المستشفى. يا عم عادي، قضاء وقدر، ممكن انت تقول كده، لكن ده مش قضاء وقدر، ده استهتار. مصر بلد الخير والأرض سرها، وعلشان بنحبك وبنحبها هنحقق حلمك وحلمها. أفرولاند هي دي منطقة الخيال الأخضر اللي قدرت تغير شكل الطبيعة وتحوله لمدن خضراء. اتولد الحلم اللي بدأ في 2007 بمولد أول مدينة لزراعة وإنتاج الزيتون في مصر بمدينة وادي النطرون. مع أفرولاند الحلم بقى حقيقة في أرضها. على مساحة 1000 فدان تم تشييد مصنع للتخليل وتصنيع زيت الزيتون، وكل ما حجم العطاء بيزيد حماسنا بيتضاعف، عزيمة وإصرار إننا نحافظ على كل نجاح حققناه على أرض خضراء. مهما كانت احتياجاتك وأيا كانت إمكانياتك، مع أفرولاند هنحقق حلم حياتك. مؤسسة علي فايز للمحاماة والاستشارات القانونية، أساتذة في القانون ومجال المحاماة في كل التخصصات، جنائي ومدني وقضاء عسكري، تأسيس الشركات وخدمات رجال الأعمال، مجلس الدولة والقضاء الإداري، ولدينا قسم خاص لكتابة مذكرات النقد والتماس إعادة النظر.